الواحد قاعد بيتفرج على فرقتين، مستني ان الفرقتين يخسروا، وهما مش هيخسروا دلوقتي خالص. مش هيخسروا دلوقتي خالص هما الاثنين يعني. في الاول كنا بنقعد نستنى مثلا الاهلي يخسر، نقعد بعد كده نستنى بيراميدز يخسر، انا قاعد مستني الاثنين يخسروا. فاهم حاجه؟ فيعني الموضوع ما علينا يعني. النادي الاهلي يفوز على طلائع الجيش بثنائيه مقابل لا شيء، يعني مع الرأفه. الاهلي النهارده ضيع ما لا يقل عن 5 فرص محققه للفوز، 5 فرص محققه للفوز. ووسام ابو علي النهارده يا جماعه اهدر حوالي 3 4 تجوال لوحده من ضمن الخمسه 6 دول. ضيع لوحده 3 4 تجوال. وسام ابو علي يبدو ان في حد حسده، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليك يا وسام. مين اللي حسد وسام الله اعلم، ولكن يبدو ان حسام وسام محسود يعني. الصراحه الراجل اللي راجع بعد فتره اصابه، فطبيعي هيحتاج لفتره من التاقلم والانسجام مره اخرى. ولكن وسام ابو علي النهارده لو احرز كل الفرص التي سنحت له للتسجيل، كان الماتش ده هيخرج ما لا يقل عن مثلا 5 6 للنادي الاهلي، وانا لا ابالغ بالمره. طيب، اشرف بن شرقي هو اللاعب الذي يحلم به اي مدرب في العالم. يعني اشرف بن شرقي بالنسبه لنا النهارده بيعمل حاجات في الكوره، بيعدي من واحد ومن اتنين، وعمل واحده لحسين الشحات مش مضيعش. ده حسين الشحات لازم يمسك الكوره يقطع بيها الشبكه. مش طبيعي. اشرف بن شرقي 1 على 1 او 1 على 2 او 1 على 3 هو هيعدي. اشرف بن شرقي الاهلي معاه آلة او معاه ماكينه ناحيه الشمال، وقت ما الدنيا تتعقد خالص هي موجوده وهتقوم بالليله، ما عندوش اي مشكله تماما. يعني مروان عطيه اللاعب، في كلام كتير قوي هنقول على اليوتيوب، ولكن مروان عطيه يا جماعه اللاعب الموظف، اللاعب اللي بقى عنده رتميه شديده في الاداء. مفيش حاجه غير متوقعه، مفيش ريسك باص، مفيش تقدم، ما بيعديش 1 على 1. مروان عطيه سلم واستلم السته القديم قوي، بروفايل لعيب السته القديم اللي هو بيقطع الكرة يسلم، يقطع الكرة يسلم، يقطع الكرة يسلم بس. انما مروان عطيه زائد ان بقى عنده كميه ميس باص غريبه. مروان عطيه في ماتش النهارده. احمد رضا على دكه البدلاء لانه ادى شوط اول امام حرس الحدود الماتش اللي فات اسوأ ما يمكن، فقد الكرة كتير جدا، فالراجل قعده النهارده طول الماتش ما نزلوش دقيقه. احمد رضا ما شافش الملعب النهارده دقيقه واحده. الاهلي كان بيلعب 4-1 اثناء حيازه الكوره، و4-4-2 في الحاله الدفاعيه. وجود مروان عطيه وحيدا على دايره السنتر، وقدام في 4 حسين الشحات، بن شرقي، جراديشار، امام عاشور، وقدامهم وسام ابو علي. وفي الخط الخلفي كان محمد هاني وكريم الدبيس، وقلبي دفاع اشرف داري ومصطفى العشي اللي ادوا ماتش كويس جدا بناء على بعض المحاولات الهجوميه اللي كان حاول يعملها كابتن عبد الحميد بسيوني، ولكن باءت جميعها بالفشل. الناحيه الثانيه وامام النهارده مضيع كور ما تضيعش. محمد عبد الله عمل له واحده كوستاليتا ضيعها بشكل غريب جدا. الناحيه الثانيه بيراميدز بيفوز على سيراميكا بعد مباراه كانت دسمه. الحقيقه الواحد شاف الماتشين في نفس التوقيت، ولكن سيراميكا عمل ماتش كبير جدا. بيراميدز كان في بعض الاوقات مش قادر يجاري سيراميكا بسبب السرعات اللي في خط هجوم، من فخري لقاي لزلاكا اللي خرج مصاب للقندوسي المرعب. احمد القندوسي المرعب مش طبيعي، مرعب. احمد القندوسي مرعب. الماتش خلص 2-1، وعلامات استفهام كثيره جدا على ركله الجزاء التي احتسبت لفيستون مايلي. انا شفتها مرتين في الاعاده، وجهه نظري انها ليست ركله جزاء. الهدف الذي احتسب لسيراميكا كليوباترا لفخري لقاي وتم الغائه فاول فعلا على بلاتي توري من بدايه اللعبه، لكن ركله الجزاء التي احتسبت لفيستون مايلي انا بشوف ان مفيش فيها اي شبهه ركله جزاء. ممكن اشوفها تاني تطلع ضربه جزاء، بس الله لحد دلوقتي اللهم الا المرتين اللي شفتهم هم اللي يخلوني اقتنع ان هي مش ركله جزاء بالمره. في النهايه المنافسه ما زالت على اشدها بين الاهلي وبين بيراميدز. ماتش واحد بين الاثنين يحسم الجدل تماما من هو بطل الدوري. في حلقه ناريه على اليوتيوب بعد قليل فلا تفوتوها. السلام عليكم.